بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وحركة حماس تطلق سراح رهينتين أمريكيتين لأسباب إنسانية بحتة ودون أي مقابل، وجرى تسليمهما لمصر، ومن مصر جرى تسليمهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهما في قاعدة عسكرية إسرائيلية. والرئيس الأمريكي بايدن أعلن عن فرحته الغامرة بهذا القرار أو هذا الخبر، وصدرت تصريحات أمريكية أنه أمريكا بتطلب من إسرائيل تأجيل العملية البرية. هل فعلا إسرائيل ستستجيب أم ستقول إسرائيل أنها ستستجيب ثم تهاجم؟ سوف يتضح، لكن الاحتمال الكبير أن العملية البرية في المعركة البرية في غزة تؤجل، وهذا في النهاية سيؤدي إلى فشكلة أو انتهاء الحكومة الإسرائيلية القائمة. تعالوا نبدأ ونرى. حضراتكم كما تشاهدون هذه هي الأم الأمريكية وهذه ابنتها، وهذا مستشار بنيامين نتنياهو، وطبعا هو ماسك ايديهم، مش عارف يعني بيحبهم ولا ايه، لكن طبعا يريد ان ينسب الفضل لنفسه يعني في هذا النجاح. الأم اسمها جوديت وبنتها اسمها ناتاليا رعنان وفقا لما أعلنه حماس. هنا عملية التسليم، هنا الأم كما تشاهدون، هنا ابنتها، هنا الصليب الأحمر. تعالوا نشاهد. الصليب الأحمر نقل المرأتين لمصر، ومصر سلمتهم لإسرائيل، ومفروض أن هم تسلموا لأمريكا. وزير الخارجية الأمريكي قال أنه لم نستطع إرسال موكب أمريكي لاستقبالهما، لأنه كان مفروض أن الموكب من الموظفين الأمريكان يدخل داخل قطاع غزة. وهنا أنا أعتقد أنه طبعا جزء أنه إذا جرى قصف، إذا جرى خطف، إذا طبعا الأوضاع الأمنية مضطربة، فربما أمريكا لم ترغب في أن هي ترسل مسؤولين دبلوماسيين داخل غزة في وقت الحرب، ربما هذا. ويبدو لنفهمه، لأن شهادة مؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمفهوم المخالفة أنه حماس طلبت من أمريكا عبر قطر طبعا أن ارسلوا لنا دبلوماسيين أمريكان نسلمهم المرأتين الأمريكيتين، ولكن يبدو أن الأمريكان بسبب الأوضاع الأمنية والاضطرابات وكذا رفضوا، واختير الصليب الأحمر قواصيط كما شاهدنا. وهذه خطوة ممتازة تهدي إلى تهدئة الأمور، تؤدي إلى أنه بدل ما الحديث عن الانتقام والحرب وكذا يصبح الحديث عن السلام والمفاوضات وحل الأزمة على طاولة المفاوضات. طبعا أنا اقترحت هذا منذ أسبوع تقريبا، وقلت هذه الأمور والحمد لله نجحت. بعدين تعالوا نكمل الأخبار، وبعد ذلك نتناول الأمور الشخصية يعني. طيب، هنا في صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، حماس تطلق سراح رهينتين، الأم الأمريكية وابنتها جوديث وناتالي رعنان، وينظر لهذه الخطوة على نطاق واسع في إسرائيل أنها مناورة علاقات عامة من قبل جماعة إرهابية. اللي أنا لاحظته أنه الشخصيات الإسرائيلية والمسؤولين متضايقين جدا، يعني كانوا بيقولوا احنا ندخل نحارب ونقصف. طبعا لما كانوا يقصفوا كان ممكن المرأة والبنتها يقتلان، ولا في دماغهم، لأنه أكبر من الأكاذيب اللي قال لك أنه إسرائيل حريصة على حياة الإسرائيليين ولا كل هذا الكلام. وإحنا نشاهد طبعا الحرج أنه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كان يقول أنا حريص على حياة هؤلاء. طب هو كان عاوز يدخل ويقصف ويقتل، وكان عاوز يقتلهم ويستراح منهم، يقول لك حاولنا نحررهم وحماس قتلتهم وأمور كهذه. الآن لو بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي يدخلوا غزة، أصبح مين المعرقل للمسألة؟ هو المعرقل اللي هو اللي أدى لقتلهم. فبنيامين نتنياهو أسقط في يده، يعني هذه مصيبة بالنسبة له. هنا في التلفزيون الفرنسي، حماس تعلن إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين لدواعٍ إنسانية. حماس نعمل مع وسطاء اللي هي قطر يعني وربما تركيا لإغلاق ملف المدنيين إذا كانت الظروف الأمنية مناسبة. طبعا دي جملة
إذا كانت الظروف الأمنية مناسبة، يعني معناها إنه حماس بتشترط لا عملية برية أو اركنوا القتال البري والمعركة البرية عشان تكون الظروف الأمنية مناسبة. وتقريبا كم عدد الرهائن اللي اسمهم الضيوف الأجانب لا أعرف، لكن وزير الخارجية الأمريكي قال أمريكا لوحدها لها 10 مواطنين أمريكان. إذا كان هيجري إفراج كل يوم أو كل يومين عن شخص أو رهينة أو شيء من هذا القبيل، لأنه طبعا نقل من مكان إلى مكان وعملية تمويه، وفي ظل الطائرات بتتجسس 24 ساعة فوق غزة، يعني احنا ممكن إغلاق هذا الملف يستغرق أسبوعين، 3 أسابيع، شهر. فهذا في النهاية إذا استمر الأمر بهذا هتحصل اضطرابات داخل إسرائيل نفسها، مظاهرات ضد بنيامين نتنياهو يسقط كما سنعرف، هتصبح الحرب أصلا ملغية. يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها ساهمت في الإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين. يعني الصليب الأحمر بيقول إحنا اللي إيه، إحنا أصحاب الفضل. طبعا أنا هعرض لكم الفيديو بتاعي الآن وأنا أقول أنا صاحب الفضل، وقطر تقول أنا صاحب الفضل، وطلع بايدن وقال وإسرائيل صاحبة الفضل. فيبدو أنه حصل تفاهم مع إسرائيل بين أمريكا وإسرائيل أنه لا تقصفوا في توقيت معين أو توقفوا أو شيء. لا طبعا لم نفهم تأمين عملية التسليم والتسلم وكيف جرت وما هي شروط حماس، هذا كله لم يعلن حتى الآن. هنا تصريح مهم من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد الإفراج عن الرهينتين: لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير بغزة. 10 أمريكيين كي يجري إطلاق سراحهم. لو افترضنا أن حماس تطلق كل يوم واحد فالأمر يستغرق 10 أيام، يعني المعركة البرية تؤجل 10 أيام. وإذا كان يومين يعني المعركة البرية تؤجل 20 يوم، وإذا كان 3 أيام هتؤجل شهر. هذا هيؤدي لسقوط حكومة بنيامين نتنياهو أصلا وإجراء انتخابات في إسرائيل، وده اللي أعتقد أن أمريكا تريد أن تجرى انتخابات في إسرائيل. هنا في قناة الحرة الأمريكية: إلى حين إخراج الرهائن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأجيل عملياتها البرية بغزة. هنا أمريكا تقول لإسرائيل: لا تدخلوا غزة، لا تجروا عمليات برية، لأنه لو دخلت وخصفت ودرجة ضرب لن نستلم هؤلاء المواطنين الأمريكان، ووارد جدا أن هم يقتلوا في القصف أو المعارك وهذه الأمور. وطبعا الجيش الإسرائيلي لو دخل يبقى هو اللي قتلهم. فهنا حماس بتقول أنا حريص على حياتهم، اتفضلوا. وبنيامين نتنياهو يقول لا احنا عاوزين ندخل بقى ونتشابك وهم لسه في الأسر. دي مشكلة كبيرة جدا تحصل لنتنياهو. التفاصيل: قال بلينكن أن الأمريكيتين اللتين أفرج عنهما تتواجدان داخل قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل. أكد أنهما ستصلان للسفارة الأمريكية لدى إسرائيل قريبا. ورفض وزير الخارجية الأمريكي التحدث عن ظروف الرهينتين احتراما لخصوصيتهما، وأنه قال لم تكن لدينا فرصة لإرسال فريق لمواكبة أوضاعهم بعد يعني استلامهم من داخل غزة. هنا في بلومبرج خبر برضه في نفس السياق خطير: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأجيل غزو غزة لإخراج الرهائن. طبعا أنا ذكرت هذا في الفيديوهات طوال الأسبوع الماضي، أنه إسرائيل وأمريكا مختلفتين، وفي ناس تقول لا، والإعلام شغال إيه، أمريكا 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 وحشة، أمريكا أمريكا. يا جماعة المسألة كل معسكر فيه خلافاته، وأنت كي تفهم السياسة وتحلل وتتخذ قرارات صحيحة لابد تنزل للتفاصيل الصغيرة، وليس للنظر الأمور على صف الحق وصف الشر، الملائكة والشياطين. لا، أنت لابد تنظر. يعني مسألة الدموية دي بتجعلك لا تفهم، والإعلام والقنوات الفضاء شغالة في هذا 24 ساعة، شغالين في هذا. لا أحد يقول لك ما الخلافات بين أمريكا وإسرائيل، ما الخلافات داخل المعسكر الإسرائيلي، ما الخلافات داخل المعسكر الأمريكي، وهكذا. ما في حد عاوزنا نفهم. هنا في موقع البيت الأبيض بيان من الرئيس جو بايدن بشأن تأمين إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين. يقول: اليوم نجحنا. شوفوا كل واحد بينسب النجاح لنفسه في تأمين إطلاق سراح الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس كرهينة خلال الهجوم الكذا. ثم يقول: وأنا أشعر بسعادة غامرة لأنهم سيجتمعون قريبا مع عائلتهم. طبعا احتمال أن الرئيس الأمريكي بايدن يستقبلهم ويأخذهم في البيت الأبيض وبالحضن. انتوا تعرفوا بايدن بيحب يحضن الستات يعني، وبالأحضان ويتصور ويطلع طبعا يلقي خطاب وكلام من هذا: شوفوا أنا نجحت وعملت. السياسيين يحتاجوا إن هم يلقوا كلام من هذا القبيل يعني.
فلابد من صنع حدث كي يتحدثوا عن إنجازاتهم يعني. هنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعلان ومكشر وزعلان قوي. في القناة الثانية العشر الإسرائيلية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تحاول تصوير نفسها على أنها إنسانية بينما تحتجز الرضع والأطفال والمسنين كرهائن. هنا فيديو سابق أنا عملته الأسبوع الماضي واقترحت هذا الأمر. طبعا أنا بعمل فيديوهات من باب إبراء ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بنعمل تحليل سياسي، أنك يعني إيه الصح في هذه الأزمة، إيه القرارات الصحيحة اللي يجب أن تؤخذ. فأنا قلت إن أمريكا لو بتفكر في مصلحتها إن هي تأخذ موقف مختلف عن إسرائيل، وإن هي لا تتورط في هذه الحرب، وإن هذه الحرب ممكن تنتقل للدول العربية. وهذا قلت في القناة التي أغلقوها، ثم قررت في القناة الجديدة لما فتحتها مرة أخرى وقلت إن أمريكا مفروض تتفرغ للصين بدل ما تقعد تنجر خلف نتنياهو. المهم الأمريكان، تصريحات المسؤولين الأمريكان في اليومين الأولين للحرب كانت متشددة جدا، لأنه طبعا كانت في حالة صدمة، وفي نفس الوقت كان هناك انهيار في الجيش الإسرائيلي، فكانوا يخشون من انهيار الجيش الإسرائيلي تماما. لما مقاتلي حماس انسحبوا من محيط غلاف غزة بدأت أمريكا تهدأ. المهم هذا الذي قلته: أطلقوا سراح الأطفال الإسرائيلي لإفشال حكومة نتنياهو. وقلت إن إطلاق سراح الأطفال وأمهاتهم سيؤدي إلى روح الانتقام تهدأ وتحل محلها العقل. تعالوا نشاهد إنه إطلاق سراح هؤلاء الأطفال ويكون أمام الإعلام، هذا سيؤدي إلى إنه هذه الحرب تتوقف. في أصوات أو شخصيات مؤيدة لوقف الحرب، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأيضا هذا يشجع ويجب أن يكون هذا يعني اللي يتولى هذه الأمور الرئيس التركي أردوغان وأمير قطر، لأنه دائما يجب أنه من يتضامن مع الشعب الفلسطيني يجب إجباره. إطلاق سراح الأطفال وأمهاتهم هذا سيؤدي إلى أنه روح الانتقام تهدأ وتحل محلها العقل، ولا ينال نتنياهو وحكومته وخاصة بن غفير ما يريد. الآن اتضح أن تحليلي صحيح، فعلا روح الانتقام هدأت، طلبوا تأجيل المعركة البرية، وبالتالي الغضب والفوق كل هذا يهدأ. وفي نفس الوقت أمريكا بقت مبسوطة، وبايدن بيقول أنا سعيد سعادة غامرة، وأصبح فيه رهائن آخرين سواء من أمريكا أو جنسيات أخرى. وما أخشاه أنه إسرائيل المواطنين الأمريكان يخرجوا وتروح تقصف الألمان والفرنسيين، لأنه مش هتهتم بهم، هتعتبرهم أيتام على موئد اللئام، وتقول لك نقتلهم ويستريح منهم إسرائيل. نتنياهو كل هذا يضيقه جدا. وشوف أنا قلت إيه، إن إطلاق سراح الأطفال، وطبعا قلت الأطفال وقلت يعني كما سمعنا هيؤدي لإفشال حكومة نتنياهو، لأنه الجهة الوحيدة التي تريد الحرب حكومة نتنياهو. الجيش الإسرائيلي لا يريد الحرب، الجيش الإسرائيلي يريد أن يقصف المستشفيات والمساجد ويقتل ويشفي غليل اليمين المتشدد وفقط لا غير، لكنه لا يريد حرب فعلية، لأنه هو اللي هيدخل يدفع الثمن في الحرب. يعني مين اللي هيحارب؟ يعني نتنياهو مش هيحارب، نتنياهو قاعد في التدفئة مع مراته سارة وقاعد ياكل ويشرب ومهيص وخلاص، لكن مين اللي بيحارب في الميدان وطلع روحه؟ هنا حساب رئيس وزراء إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: 2 من المختطفين لدينا موجودان في المنزل أو في الوطن، يعني طبعا ترجمة جوجل. نحن لن نتخلى عن جهودنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين، وفي الوقت نفسه نواصل النضال حتى النصر. يعني أصبح الهدف الأول إيه؟ نرجع الأسرى، نحرر الأسرى أو نستعيد الأسرى. الهدف الثاني نقاتل. لكن نتنياهو في الأول كان بيقول إيه؟ الهدف إيه؟ نقاتل وننتصر، والهدف الثاني نعيد الأسرى. فهنا حصل تبديل في الأولويات. وأنا قلت في فيديوهات سابقة يجب أن الملف الإنساني هو اللي يصبح أعلى من الملف العسكري، وهو اضطر نتنياهو أن هو يقدم الملف الإنساني على الملف العسكري، وهذا أمر كويس أنها أمكن إجبار نتنياهو على ذلك. أيضا حساب رئيس وزراء إسرائيل يقول أنه فيه مسؤول إسرائيلي اللي هو مسؤول عن ملف المختطفين والمفقودين اسمه العميد جال هيرش، ذهب برقة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على حدود قطاع غزة مع مصر يعني، وهم الآن في طريقهم إلى نقطة الالتقاء في أحد المواقع العسكرية في وسط البلاد، حيث ينتظرهم أفراد عائلاتهم. النتيجة المباشرة لتأجيل المعركة البرية في غزة هي اشتعال الخلافات في حكومة نتنياهو وتفكك هذه الحكومة والاتجاه لانتخابات مبكرة
وكل سنة وانت طيب. هنا في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، جالنت اللي هو هذا وزير الدفاع ضد بن غفير أو بن جابر اللي هو هذا معارك مجلس الوزراء حول احتلال غزة. وده تسريب خطير، أنا أعتقد الجيش الإسرائيلي اللي خلفه لتمهيد الرأي العام. فيقولون خلال المناقشة الوزارية السياسية والأمنية دعا الوزير الداخلية بن غفير إلى احتلال قطاع غزة قائلا نحن بحاجة للسيطرة على المنطقة. عارض وزير الدفاع جالنت هذه الخطوة وقال ليس لإسرائيل أي مصلحة في ذلك. يعني وزير الدفاع بيقول احنا مش مصلحتنا ندخل غزة ولا بتاع ولا كلام من هذا القبيل. طبعا الجيش بيسرب هذا كي يهيئ الرأي العام الإسرائيلي ايه؟ طبعا دي تصريحات غير رسمية. فاسمها ايه؟ لم أقولها. لما حد يسأله انت قلت، يقول لك ما انتوا شايفين ده، هم ده صحفيين بيطلعوا من دماغهم. فهمتوا القصة؟ بقول طبعا نعمل منطقة عازلة ولا يعرف يعمل منطقة عازلة ولا بتاع. هنا انظروا اللعب في الإعلام. صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول أوقفوا الحرب وتعالوا نعمل انتخابات. الإعلام بتدير الدولة العميقة، في الإعلام في العالم كله. يعني الإعلام لا تدير أجهزة المخابرات. أنا قلت هذا من قبل، ولكن الواحد كل يوم بيتعلم يا جماعة. الإعلام لا يتبع المخابرات، الإعلام يتبع الدولة العميقة. فهنا صحيفة معاريف الإسرائيلية بلا حرب بلا غزة ولا غيره. ده أنتوا عملت هذه الإحصائية. والترجمة العربي: هل يتحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عما حدث في قطاع غزة؟ فالإجابة 80%. يعني إيه بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن الهزيمة؟ لما نعمل انتخابات، وطبعا هم عاملين حالة استطلاع رأي إن إحنا لما نعمل انتخابات بنيامين نتنياهو يرسب في الانتخابات. فطبعا هنا صحيفة معاريف بتدخل في أذهان الكتل البرلمانية في الكنيسة الإسرائيلي هذا هو الوقت، افهموا، هذا هو الوقت المناسب أن تذهبوا للانتخابات وتفوزوا بالحكومة وتضربوا نتنياهو. مش وقت حرب غزة، حرب غزة بعدين نعمل انتخابات وبعدين ندخل حرب غزة. مسألة ممكن تاخد لها 5-6 شهور يعني. وطبعا السؤال ده في الإعلام نسميه سؤال منحاز، لأنه كان مفروض يقول إيه؟ من المسؤول برأيك عن الهزيمة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع مثلا جالنت، رئيس الشباك اللي أنا نسيت اسمه اللي هو رئيس المخابرات الداخلية يعني أو أمن الدولة في إسرائيل، ولا وزير الداخلية بن غفير؟ يعني وانت اختار. طبعا كان هيقولوا ايه؟ وزير الدفاع لأنه قائد الجيش، والجيش الإسرائيلي يخضع لنتنياهو. احنا شرحنا ذلك في حلقة سابقة أن بنيامين نتنياهو حاول يقيل وزير الدفاع ويحول رئيس الأركان، لكن أمريكا اعترضت وقالت له أنت لا تقترب من الجيش. فهو نتنياهو طرطور يعني. لكن في النهاية حملوا نتنياهو مسؤولية الكارثة وقالوا له يا بنيامين نتنياهو أنت هتحاسب على المشاريب، واحنا عاوزين نعمل انتخابات ونطردك من الحكومة. يعني انقلاب ناعم أو انقلاب صامت. والانقلاب العسكري هنا بدل ما يقوم بالجيش الإسرائيلي قامت به حركة حماس. يعني الانقلاب كان مفروض الانقلاب اللي يعمل انقلاب ويسقط حكومة نتنياهو من الجيش الإسرائيلي. الآن مين اللي عمل هذا الانقلاب؟ هي حماس اللي تعتبر هي اللي بتقود الانقلاب العسكري حاليا تحت مسمى حرب خارجية. موضوع آخر مش عايزين ندخل فيه حالا، بعد الحرب نبقى نتكلم فيه. طيب هنا حضراتكم صحيفة معاريف الإسرائيلية بتقول احنا لو أجرينا الانتخابات حاليا فإن المعارضة الإسرائيلية تحصل على 77 مقعد، ولكن التحالف الحكومي يحصل على 43 مقعد. يعني لا وقت للحرب، وهيا نذهب للانتخابات نعمل مظاهرات واضطرابات وأحزاب تنسحب من الحكومة اللي دخلتها مؤقتا. وهنا عاملين كل حزب هياخد كام، فقالوا إنه حزب المعارضة الرئيسي يحصل على 40 مقعد، حزب نتنياهو حزب الليكود يحصل على 18 مقعد، وبعدين أحزاب أخرى. لكن طبعا لو تلاحظوا إن حزب المعارضة يحصل على 40 مقعد محتاج كمان 20 مقعد وهو يشكل حكومة. فطبعا ده كلها رشوة للمعارضة. وهنا واحد اهوت، هذا نفتالي بنت رئيس وزراء إسرائيل السابق، وده من اليمين اليهودي اللي بيصنفوه انه معتدل يعني بالنسبة لهم في إسرائيل، وخرج يقول لا تدخلوا قطاع غزة وما في داعي للمعركة البرية، ليس الآن، ليس وقتها الآن. طب ماذا نفعل؟ قال الجيش الإسرائيلي يقصف بالطائرات وخلاص، احنا هنضرب المباني والمباني فيها النساء والأطفال يقتلوا، ما في مشكلة. ده هو بيعمل ايه؟ بيلقي في فكرة الجمهور اليمين اليهودي اللي هو بيقول هيا إلى الحرب هيا إلى الحرب، بيلقي في روعه
انه هذا خطأ، ما فيش حاجة اسمها هي الحرب، كبر دماغك، هنكتفي بقصف من الخارج وخلاص. فيبدو ان جاءته رسالة من جهاز سامسونج. عموما انا ما بتجيش رسائل من جهاز سامسونج، انا بتجيلي رسائل من جهاز ايفون. واحد قال لي افتح حساب على تيك توك الصيني، موقع تيك توك الصيني. قلت له اذا هشتري عدة هواوي وتجيلي بقى رسالة من ايه؟ من جهاز هواوي، نتلقى التعليمات من الصين. المهم، فتعالوا نقرأ هنا في وكالة الأناضول. بنت اللي هو رئيس وزراء إسرائيل السابق ينصح بالتريث لشن عملية برية على غزة. وبنت هنا اللي لبس ثوب الملاك، نفتالي بنت كتب على حسابه على تويتر: اسحق اسحق اسحق. طبعا أنا بصح ترجمة جوجل. وإنه الصح إن الجيش الدفاع الإسرائيلي يطلق النار على نطاق واسع ضد حماس لتمهيد الطريق أمام قواتنا، لكن لا تضع القوات في عجلة من أمرنا، يعني لا تدخلوا غزة. إحنا لدينا تفوق جوي ومدفعي كبير، والعدو يختبئ في الجحور والأنفاق. يعني لما ندخل، لو الجيش دخل غزة، إحنا مش هنحقق نصر عسكري ولا أي حاجة. فإحنا إحنا أصلا ما نعرفش حاجة عن الأنفاق والحاجات اللي تحت. هو قال: أعلم أن الجميع أو الإسرائيليين يريدون دخول فوري، ولكن مهمتنا هي التصرف بشكل صحيح. يقول إن العدو اختار وقته في الوقت المناسب، ليس علينا أن نعمل حساب توقيته. دع هؤلاء الإرهابيين يدورون كذا. يعني هو بيقول في الآخر كلام كتير، لكن هو خلاصته إن احنا لا نرقص على أنغام حماس. لا، حماس لا تختار لنا التوقيت، احنا لن ندخل الآن، ندخل بعدين بقى هيكون عملوا انتخابات وبتاع وكلام من هذا القبيل ويسقطوا بنيامين نتنياهو. طبعا هو نشر هذه الصورة مع تدوينته. طبعا هذه الأنقاض، يعني المشاكل يا جماعة. كيف ستدخل الدبابات الإسرائيلية غزة؟ أمريكا قاعدة ترسل إيه؟ دبابات، مركبات، مدرعات لإسرائيل، لكن كل هذه لا أهمية عسكرية لها في الحرب، يعني ليست حاسمة. لأنه كيف ستسير دبابة في هذا الشارع وأنت بيقابلك في هذا الشارع حالا هكذا، يعني أماكن للاختباء ونصب كمائن لا تعد ولا تحصى، ولا في دبابة ولا مركبة ولا جندي. فسواء مباني غزة قائمة، مباني غزة منهارة، الأنقاض ده أنت عشان تزيل أنقاض محتاج جيوش تزيل أنقاض. ده إزالة الأنقاض أصعب من المباني أصلا. في أي دبابة تعرف تسير في هذا المكان؟ ما في دبابة تعرف تسير، ولا جندي ولا عسكري ولا أي حاجة خالص. فالأمور معقدة، يعني هي ما لهاش حل. هنا حضراتكم كما تشاهدون مقر حزب نتنياهو، ألقوا عليه الدم، أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن هذه الحرب. انظروا، أو بوهية. هنا يهود في نيويورك يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، يقولون أوقفوا الحرب. هذا يرينا أن أمريكا ترى الفرصة مناسبة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، اللي هي حكومة يهودية أقصى اليمين، اللي هي ضد مسألة اللواط، ضد مسألة كذا، ضد ده حتى فيها وزراء نساء محجبات يهوديات. فهنا حضراتكم أنا طبعا نشرت فيديوهات الأيام الماضية، وأعتقد الأيام أو الآن ثبت صحة ما قلته. فأنا مثلا نشرت قلت أنه في انقلاب عسكري في إسرائيل، وإنه الجيش متمرد على نتنياهو، وإنه الجيش مختلف مع نتنياهو، وده اللي حاصل. قلت إن بايدن الرئيس الأمريكي قال لنتنياهو إن اجتياح غزة من أهداف إسرائيل لا أمريكا، وإنه أمريكا ضد اجتياح غزة، وهذا الذي يتضح الآن. نشرت أيضا أنه أطلقوا سراح الإسرائيليين لإفشال خطط نتنياهو، وأن نتنياهو الذي يريد الحرب، وهذا ثبت صحته أيضا. نشرت أنه أمريكا قالت لن نحارب غزة، حروب إسرائيل في الخارج لا تخصنا، وهو الذي اتضح الآن. وأنا كنت قلت في القناة يعني اللي أغلقوها أنه الصح أنه أمريكا لا تدخل في هذه الحرب، وأن هي يجري حل المسألة بالمفاوضات، وأنه العدو الأساسي لأمريكا هو الصين، وأنه أمريكا مفروض أن هي خلال هذه الفترة إلى حين الحرب العالمية الثالثة تعد الثقة مع المسلمين، لا أن تدخل في مشاكل مع المسلمين. وكان فيه مقال لتوماس فريدمان
يعني بعدها توماس فريدمان كتب هذا المقال، يعني عشان حتى لا يزعم زاعم ان انا نقلت من توماس فريدمان. انا قلت هذا في قناتي التي اغلقت، وبعدها توماس فريدمان كتب هذا. انا لا اعرف كان يعرف اللغه العربيه او لا يعرف، لكن هو طبعا توماس فريدمان يعني صحفي دولي وذهب للعديد من دول العالم، واعتقد انه عنده الرؤيه الواسعه لهذه الامور. يعني مش هقول انه غشة منه ولا حاجه يعني. لكن المهم، هذا مهم ان احنا لقينا في ناس يقول لك انت بتبالغ، انا اخطئ، لكن انا اقول فعلا ما انا مؤمن به. ممكن انت ترى فيه مبالغه، لكن مع الوقت هيتضح ان كان اجتهادي في التحليل اتضح انه صحيح او اتضح انه خطأ. الحمد لله الى الان غالبيه تحليل الامور في هذه الحرب صحيح والحمد لله. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت. وفي الختام هنا مذكرات قائد الاسطول العثماني خير الدين بربروس رحمه الله، ارجو الاستماع لهذه المذكرات. هنا في رسالة على اليوتيوب ارجو مشاهدتها، اسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، رابط قناه تليجرام، ارجو الاشتراك في القناه. هنا قناه فيديوهات الوثائقيات التاريخيه، ارجو انشداد الامات في مجال التاريخ، ارجو منكم الاشتراك في القناه بالضغط على هذا الزر. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.